صراحه. واو يا جماعه. اسمك ايه؟ مغربي برضو هاني؟ امال منين؟ باقول لك منين راح تقول لي وليش وكذا. لا لا عادي عادي. ودي قصتنا الجميله في الاجواء. حبيب قلبي صباح الفل. شايف ده اللي كنت بتكلم عليه يا جماعه، لما بتلاقي حد مثلا بتقول له سلام عليكم، والله العظيم لما ايه الجمال ده. انا اصلا ما كنتش متخيل ان في مكان كده في الدنيا. هو اصلا حاطط عربيته فين؟ يعني هو عامل الجراج فوق على الهواء على اعمده وحاطط عربيته. امريكا اند كولومبيا. America/Ukraine. على فكره يا جماعه الجبال اللي هناك دي جبال سويسرا كلها. انا لسه في اخر الطابور يا جماعه. المفروض ان التيكت ذهاب وعوده ب7 يورو و200. هرجع بقى اقف في اخر الطابور. ناس كتير قوي بس في هدوء، مفيش دوشه، الاصوات هاديه، ناس عامله زي العصافير، ولا زمارة عربيه ولا صوت دوشه ولا اي حاجه. دنيا هاديه جدا. خدنا التيكت وطالعين نركب القطر الجبلي. بجد انا متحمس جدا، بجد تحفه. يلا بينا. المفروض يا جماعه النفق ده محفور من 130 سنه. انت متخيل؟ انا مش عارف اصلا من 130 سنه كان ايه المعدات اللي موجوده انها تحفر النفق ده كله لحد القمه. يعني حفروا الجبل حرفيا يعني. انا متحمس جدا. خلاص وصلنا. تخيلوا يا جماعه ان النفق ده معمول من 130 سنه. واو على الاطلاله. تحفه يا جماعه، ايه الجمال ده؟ هو في كده؟ مش معقولة بجد. بيوت فوق الجبل مع شكل البحيرة والجبال ولا أروع. على فكرة يا جماعة الجبال اللي هناك دي جبال سويسرا كلها. واو، انت عينيك مش جايبة آخر الرؤية حرفيا. تحفة تحفة بجد، منظر ياخد العقل. واو بصوا يا جماعة الكلب ده. ايه ده؟ You live here? Yes. Your home here? See? Wow, you're lucky. باي. واو يا جماعة الناس عايشة هنا. روقان روقان. تخيل معايا لما تطلع فوق قمة الجبل دي وتبقى شايف الجمال ده كله، وتلاقي واحد ده بيته، يعني ده المدخل بتاع بيته. انت متخيل؟ انت متخيل معايا؟ هو كده مروح البيت وداخل البيت وده الشباك، وهو عايش كده فوق قمة الجبل. وايه يعني مش اي جبل، يعني هو مطل على بحيرة كومو. واو بص مدخل البيت من هنا. ده اسمه روبينو كمان. واو يا جماعة بجد ده روبينو مروق على الاخر وحاطط العجلة بتاعته ايه. واو يا جماعة. انت متخيل يا جماعة ان الناس عايشة هنا فوق قمة الجبل؟ واو. وطرق وعربيات وناس عايشة ومطاعم وكافيهات ومحلات، كل حاجة. في طرق وفي عربيات. انت متخيل؟
بس طريق واحد، وبص بيرجعوا لبعض ازاي. يعني المفروض عايشين هنا. بص الطريق عامل ازاي، بص الجمال. انا مش مصدق الجمال بجد، مش مصدق شكل البيوت، صدمتني حرفيا يعني. ايه الجمال ده؟ انا اصلا ما كنتش متخيل ان في مكان كده في الدنيا. واو، تحفة قوي. ده طريق يا جماعة، طريق. انا فوق الجبل، انا طالع بقطر جبلي اصلا. انا مش عارف العربيات دي طلعت فوق الجبل هنا ازاي اصلا. واو على البيوت، ايه يا عم الجمال ده، ايه الجمدان ده. عايش في بيت على اطلالة وهمية. هاي. رايق. الله على الشجرة وعلى البيوت. بص الإطلالة. ده الجراج بتاعه، يعني المفروض ان ده جراج في البيت. هو اصلا عامل الجراج على أعمدة فوق الهوا. بص هو اصلا حاطط عربيته فين، يعني هو عامل الجراج فوق على الهوا على أعمدة وحاطط عربيته. واو يا جماعة، الناس هنا مروقة على الآخر في كومو بصراحة. لا، وانا اكتر حاجه عجباني ان الناس اللي عايشه هنا مرحبه بالسياح جدا، وعارفين ان الناس دي جايه تصور بيوتها وتصور الطريق وتصور الاطلاله وتصور الجبل، وعادي جدا متفاهمين وبيضحكوا والدنيا تمام. واو، ده مدخل بيت. ده عيشه فوق يا جماعه. الناس عايشه ومتعايشه فوق قمه الجبل اللي طلعناها بحوالي 15 دقيقه. انت متخيل ان ده الباركينج وده البيت بتاعه، وهو اصلا البيت بتاعه مطل على ايه؟ يا عالجمال. الناس هنا عايشة ايه؟ عايشة عيشة ولا في الأحلام. وأصلا هدوء قاتل، أكني ما فيش حد في البيوت. يا جماعة الفيلا أصلا فين؟ بصراحة. واو يا جماعة، تحفة. الناس هنا عايشة عيشة الملوك حرفيا يعني. البيوت والقصور مطلة على البحيرة وعلى إطلالة خيالية. واو. والله أنا ما كنتش متوقع إن في كده أصلا. يعني أنا ما كنتش أعرف إن كان ممكن يبقى في كده في الحقيقة. أنت متخيل الإطلالة عاملة إزاي؟ الناس دي يا جماعة عايشة بالإطلالة دي، عايشة فوق قمة الجبل حرفيا يعني. يا نهار أبيض. بصوا يا جماعة، بصوا يا جماعة، تيتا هنا زرعة تلم الفاكهة بتاعتها، وده البيت بتاعها. ما شاء الله شكلها كبير جدا، يعني ممكن أكتر من 80-90 سنة يعني. وعاملة جنينة قدام البيت، بجد ما شاء الله. هي عايشة في آخر أيام حياتها في الروقان، في إطلالة ولا أروع. يا جماعة والله العظيم عايشة فوق الجبل حرفيا. Oh, America and and Colombia, Colombia. America/Ukraine. Wow, this cocktail. Wow, bro. It's a great cocktail. Yes. It's like an espresso martini. The mixture, I think so. يا جماعة فندق نيفولا هنا تحفة. يعني أنا كنت فاكر إن فندق جراند زلامسي ده فندق حكاية. لا طبعا، يعني أنت بتتكلم الفندق هنا البلكونة مطل على البحيرة فوق قمة جبل. يعني أنا ما شفتش فندق خطير زي ده بصراحة. فندق طبعا 5 نجوم، معروف جدا هنا في كومو، نوفيلو كومو. حاجة بجد تحفة. أنا ما شفتش في جماله ولا هشوف يا جماعة فندق فوق قمة جبل بالروقان ده. الفيو لوحده والغرف المطلة حاجة تانية خالص بصراحة. واو، ايه الجمال ده.
Moi, j'ai